السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده في فيديو جديد من فعاليات زيارتي لاهلي. الفيديو بتاع النهارده هيبقى كله خروج ومصيف وبحر وحاجات حلوه كتير قوي. بصوا، هي طبعا مقتطفات زي ما قلت لكم ان انا بصور على قد ما اقدر، بحيث ان انا اكون يعني اديتكم ملخص السفريه بتاعتي، لان هي خلاص تعتبر يعني قربت تخلص. بس انا بقالي كده 40 يوم عند اهلي، فطبعا مده طويله ان انا اصور لكم فيديوهين بس 3 فيها، فدي حاجه طبعا يعني قمة التقصير بصراحة. أنا آسفة يعني إن أنا مقصرة معاكم جدا جدا. في ناس أصلا يعني كانت كل ما أغيب مثلا أسبوع أو حاجة تسأل عليا، هي زهقت من كتر ما أنا بغيب، يعني فاهمين؟ لو أنا فعلا فعلا مش عارفة إن أنا يعني أصور زي الأول. لما كنت في شقتي كنت ببقى زهقانة مثلا، فبالنسبة لي التصوير ده يعتبر حاجة كده بفرغ فيها وقت فراغي، أو بفرغ فيها طاقتي، وبحب إن أنا أكون معاكم في الوقت ده. لكن عند اهل الدنيا زحمه زحمه، مش يعني مش هتقدروا تتخيلوا. ربنا يدوم اللمه الحلوه، فالواحد بيبقى عايز يشبع منهم قد ما يقدر، وعايز ان هو يعيش الاجواء قد ما يقدر. بس مع ذلك انا مش ناسياكم، زي ما انتم شايفين بنزل لكم فيديوهات بجمع لكم فيها ايام كتير جدا. يعني عايز اقول لكم مثلا الخروجات اللي في الفيديو ده على ايام، فاهمين؟ هنا كنا خارجين في مكان زي كده منتجع صغير، يعني بيبقى فيه كافيهات، بيبقى فيه ألعاب الأطفال طبعا. يعني الموضوع ده جديد عليا، ان احنا بننقي الاماكن اللي فيها كيدز اريا. طبعا انا في العاده يعني لسه موضوع الكيدز اريا ده ما دخلتش فيه قوي، بس الاطفال اللي في العيله بيبقوا عايزين العاب بلاي ستيشن مش عارف ايه، فكنا بنروح اماكن فيها العاب وفي نفس الوقت فيها كافيهات للقعاد لينا احنا البنات وكده. فكنا هنا خلاص خلصنا الخروجه دي، وكنا قعدنا عشان نشرب حاجه. خدنا كارت كيك، وخدنا كمان كريب نوتيلا. انا بعشق كريب نوتيلا، عايزه اقول لكم في كل خروجات هتلاقوني طالبه كريب نوتيلا، لانه كريب نوتيلا يعني في مصر مش زي ما انا بحب، فبحاول انا اشبع منه قد ما بقدر. بصوا المكان هنا تحفه تحفه، بالليل وبالنهار في كل وقت. بصوا الدنيا هنا عامله ازاي. كان جو حلو قوي قوي بصراحه في الخروجه دي. وبعد كده الاطفال كان نفسهم في كورن فليكس، فكنت جبت كورن فليكس وجبت كوبايات وجبت كل حاجه، وقلت اعمل لهم كده يعني انا عمتهم الفرفوشه، اعمل لهم كده جو حلو في البيت. كنت جايبه كورن فليكس وشوكولاته، وبعدين بحط عليها لبن كده سخن مغلي. عايز اقول لكم بيحبوها جدا جدا، من الحاجات اللي هي محبوبه عند الاطفال. وكمان كان نفسهم ده في يوم تاني. عايزه اقول لكم يعني الفيديو ده هيبقى كله كده لقطات، يعني زي ما عرفتكم، بس يعني والله مش عارفه اقول لكم ايه. يعني انا اللي في العادي بحب اصور فيديوهات كده كامله، بس عشان ما اقطعش عليكم فبقول مش مشكله، يعني هم هيبقوا فاهمين. في الفيديو ده كان اخويا نفسه في جمبري، تمام. وانا يعني معرفش، بس طلع عليا سمعة في العيلة ان انا بعرف اعمل جمبري، فقلت كده اما اعمل له كده جمبري حلوة من ايدي. وعايز اقول لكم عجبه جدا جدا. كنت الاول طبعا نضفته من اللي هو بيسموه خيط الرمل ولا مش عارفه اسمه ايه ده، اللي بيبقى في الظهر، وبعد كده شوحته في بصل، وحطيت عليه كمان توم، كمون، ملح، فلفل، ليمون، يعني كل ما يخطر على بالكم. كان تحفه 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 وعجبه جدا جدا. في البيت هناك طبعا في اغلب الوقت انا مرتاحه ما بطبخش، بس الصراحه ساعات كده بيبقى فيه اكلات معينه هم بيحبوها مني، زي المكرونه بشاميل، وزي مثلا زي دلوقتي كده الجمبري، البيتزا، الحاجات دي كنت حاولت ان انا اعملها لهم يعني. واغلب الوقت بنبقى مثلا جايبين اكل من بره مش عارف ايه، لان العدد كبير جدا ما شاء الله، فبنحاول ان احنا ساعات نعمل وساعات
بنختصر يعني الوقت وبنجيب حاجات من بره. بس يومها كنا عاملين اصلا سي فود، وكان بالنسبه لي انا كان دوري ان انا اعمل جمبري، كان طلع تحفه 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 بجد، كان يومها حلو قوي. بعد كده كان عندنا خروجة تانية، وبرضو خروجات الستات أو خروجات البنات بتبقى في الأغلب كافيهات، وكافيه جديد هنا رحنا له، كان بصراحة الأجواء بتاعته جميلة، ولكن معرفش يومها ما كنتش مبسوطة قوي. عايزة اقول لكم سولي تعبني جدا جدا في اليوم ده، وكان مقرف وكان مش طايق نفسه، وكان عمال يبهدل في نفسه. بس يعني ايه، حاولت ان انا اتبسط شوية كده مع العيلة قد ما اقدر الصراحة. فكرة يعني ان سولي ما شاء الله بيكبر يعني في خلال الشهر اللي انا قعدته عند اهلي. هو طبعا شايف اولاد كتير واطفال كتير بتتحرك قدامه، ده مش العادي خالص. طبعا انا العادي في شقتي الدنيا هاديه خالص، فحاسه ان هو ابتدى كده ما شاء الله يتطور ويتعلم حاجات جديده، منها الشقاوه بقى زهوق جدا، بقى عارفين ان هو ما بيحبش يقعد في حته واحده، هو عايز على طول يتحرك، عايز حد كده يفضل ايه يلعب فيه طول الوقت. ف صراحة كان يعني أوقات بيبهدلني، وأوقات يعني بحس إن أنا مرتاحة، لأنه في عدد كبير كل شوية حد يمسكه يلعبه مش عارف إيه. بس أنا معرفش الصراحة هعمل إيه لما أرجع مصر، يعني الموضوع ده قلقني جدا، لأنه طبعا هو اتعود على الناس الكتير وعلى الحركة. فبحاول يعني أحاول إن شاء الله إن أنا أديله وقت كده أطول. أوكي. بعدين بقى كان سولي تم ال9 شهور، وكان مفروض ان هو ياخد التطعيمة بتاعة ال9 شهور. طبعا احنا مش في مصر، وكان لسه قدامي وقت عشان ارجع مصر، فقلت اما نروح اطعمه يعني هناك عند اهلي عادي جدا. طبعا التطعيم ده يعتبر او جدول التطعيمات دي حاجة عالمية، وبتبقى فور فري لكل الجنسيات في اي بلد. مفروض ان دي حاجة يعني قانون مطبق في اي بلد. فكنا هنا في الصحة بحاول ان انا اطعمه، بس اكتشفت انه التطعيمات اللي هم بيدوها هي التطعيمات الاضافية عندنا في مصر، فهو خد تطعيم اضافي بس، لكن التطعيمات الاساسية بتاعت مصر هديها له لما ارجع ان شاء الله مصر. هيبقى خدها متأخر بس مش مشكلة، المهم ان هو يكون خد كل حاجة. بعدين هنا كنا بنجهز للمصيف يا جماعة. أهلي قرروا إن هم يخرجوا مصيف صغير كده، تمام. عشان كده نشوف البحر، نغير جو، العيال برضو يلعبوا. فقررنا إن احنا إيه نجهز طبعا للمصيف. انتوا عارفين تجهيزات المصيف يبقى كلها بقى إيه، حاجات كده مقرمشات، مش عارف حلويات، وطبعا لحمة كتير وشوي يعني انتوا عارفين الدنيا بتبقى ماشيه ازاي في المصايف اللي بتبقى عائلات يعني كبيره. كنت هنا بتفرج لقيت عندهم ستيفيانا، ده انا بعشقه، ده على فكره سعودي وطعمه تحفه، يعني ما فيهوش افتر تيست. انت لو في ناس يعني بتحب ان هي تستخدم سكر دايت، فستيفيا احسن حاجه، والاحسن احسن هو ستيفيانا لو لقيتوه يعني بيبقى حلو قوي. في طبعا قسم كامل هنا للدايت، كنت عماله بتفرج يعني، بس هي اغلبها حاجات عندنا في مصر الصراحة، يعني مش حاجة يعني اغلبها موجود، فاهمين، في الهايبرات الكبيرة او كده بتلاقوا كل الحاجات دي. الصراحة انا من مؤيدين ان الدايت يكون بحاجات طبيعية اكتر، اللي هو بروتين بارز ومش عارف ايه والكلام ده مش بقتنع بيه قوي، ولكن احيانا الواحد بيبقى نفسه في حاجة حلوة. يعني عادي يعني لو انتوا حبيتوا ان انتوا ايه تنوعوا وتشتروا حاجة صحية وفي نفس الوقت تبقى نفسكوا فيها، زي الشيبس ده مثلا هو جلوتين فري، وكمان اعتقد ان هو معمول في الاير فراير، ما فيهوش زيوت كتير. هنا طبعا ده اعتقد ان هو كوكيز اوكي من غير سكر. المهم خدنا طبعا كل الحاجات المش صحيه في الدنيا، وروحنا عشان كده ايه نلحق نجهز نفسنا للمصيف. طبعا تجهيزات المصيف بالنسبه للعائلات الكبيره بتبقى يعني لخمه، بس الحمد لله ظبطنا الدنيا في وقت قياسي، لانه اصلا قرار ان احنا نروح قريه او نروح بحر ده كان مفاجئ. فالمهم دي كده مدخل القرية السياحية اللي احنا رحنا لها، هي طبعا تحفة الصراحة.
كده هاديه خالص. البحر بتاعها مش احسن حاجه يعني، ما استمتعتش وما حسيتش ان انا اتبسطت، حسيت ان انا كده اتضحك عليا في حته البحر ان انا انزل وكده، ما كانش احسن حاجه. ولكن الاجواء نفسها لما كده لمت العيله في مكان مختلف كانت برضو تستاهل التجربه من وجهه نظري يعني. كان اليوم كان حلو وكان لطيف واتبسطت بيه يعني. بصوا انا هوريكم كده برضو الاجواء هناك عامله ازاي. هاخدكم تور في الشاليه اللي احنا كنا واخدينه، هو كانه فيلا صغيره كده. تمام، في هنا المطبخ المفتوح زي ما انتم شايفين. تمام، وكمان انتري، وبعدين هنا في من بره كده في مكان اللي هو جراج بتحط فيه العربيه، ومن قدام مدخل. انا مش عارفه ده اعتقد ان هو المدخل. كان بيبقى فيه كراسي قاعده كده لو انتوا عايزين الصبح تفطروا، في كمان شوايه في ده المدخل الامامي. والمدخل الخلفي كان بيبقى فيه جراج زي ما قلت لكم. هبقى اوريكم برضو، كنت مصوره فيه في يعني في وقت تاني من اليوم. وبعد كده دخلت بيكو على جوه، هنلاقي هنا حمام و اوض نوم. تمام، اوضه نوم اللي هي فيها سريرين. اوكي، ده واحد، والتاني كانت اختي قاعده عليه. وطبعا في هنا مرايه، والاوضه التانية هي اوضه الاوضه الماستر تعتبر. وبرده الدولاب بيشيل كتير وكل حاجه. الصراحه كان المكان مكيف وكان نظيف، كان فيه تكييف وفيه كل حاجه. بصراحه كان تحفه تحفه تحفه. اوكي، والفيو بتاع الاوض كلها جميل، وتحسوا كده مجرد ان انتوا تفتحوا الستاره بس تلاقوا النور منور الدنيا، مش محتاجين حتى ان انتوا تفتحوا لمبات او حاجه. بصوا ده بره يعني الدنيا مش هحكي لكم قد ايه هي هاديه 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 خالص. مفيش تقريبا كان ساعتها عدد كبير. بلس ان انا احيانا يعني اغلب الوقت كنت بصور يا اما وقت الغروب او وقت الصبح الفجر بدري. وقت الغروب كل الناس اصلا قاعدين على البحر، والصبح بدري معرفش الناس اصلا ما اعتقدش ان هي بتكون صاحيه في الوقت ده. بس انا ده اكتر اوقات كنت بحب اخرج فيها عشان تبقى الشمس كده خفيفه والدنيا بتبقى رايقه. دي زي ما قلت لكم القريه كلها عباره عن شاليهات زي اللي انا وريته لكم. احنا كنا واخدين شاليهين لان عددنا يعني ما شاء الله كان كبير. وبس طبعا كنا ايه كل مرة نطلع اللي هو مثلا 4 5 مع بعض يطلعوا كده يستكشفوا الدنيا ويرجعوا، وبعدين اللي بعدهم عشان ما نسيبش الاولاد لوحدهم. فكل مرة حد ياخد جزء من الاولاد ونطلع كده نبص على الدنيا. كانت في الوقت ده كان تحفة تحفة تحفة. وقت الغروب زي ما انتم شايفين كان يعني كان عالم تاني الصراحه، والدنيا رايقه جدا جدا جدا. اتبسطت قوي قوي في اليوم ده، وحسيت ان انا اتخطفت. بس كان العيب الوحيد في المكان هو البحر. ممكن انتوا لما هصور لكم البحر هتشوفوه نظيف وحلو، بس لو دخلتوا جوه هتطلعوا مليانين الاعشاب دي. عارفينها الاعشاب بتاعه البحر دي؟ مليان 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 اعشاب لدرجه مزعجه جدا. هنا بقى جه وقت الشوي، وانا كنت نايمه. انا خدت منهم فيديوهات عشان احطها لكم في الفيديو، بس انا كنت نايمه اصلا في الوقت ده. وصحيت الساعه 4 الفجر في الوقت ده، صاحيه لوحدي خالص. طلعت بره اقعد كده في الهواء الطلق واكل طبعا من الفراخ اللي سقعت والكفته اللي بقت ساقعه قوي. بس مش مشكله يعني، بصراحه ما كنتش قادره من التعب يومها. وكمان سولي كان عايز ينام فنيمته، ولقيت نفسي رحت في النوم معاه وعماله بحلم بيهم ان هم ايه بيشوا وبيعملوا. وما كنتش بحلم، كان دي الحقيقه. كان دوشه، وكان وقت الشوي ده كان دوشه، وكان الجو حلو قوي. هنا الصبح بدري كنت ايه طالعه كده اشم الهواء، هوا نظيف والدنيا هاديه. وقلت ايه اما اصور لكم شويه. وده الفطار شاي بلبن مع كعك وبسبوسه. وكمان كان ساعتها احنا بنحضر للفطار التاني اللي احنا هناخده معانا للبحر. كنا هنطلع نقعد على البحر شويه، كنا بنعمل الفطاير اللي هي المقليه دي. كان نفسهم فيها يومها. وطبعا هي بتتاكل مع عسل مع قشطه مع جبنه. ساعات في ناس بتاكلها مع بيض مش عارفه، بس هي بتبقى مليانه زيت على الاخر. لكن طبعا الحاجات دي بتبقى في الوقت البحر، وقت الواحد بيبقى جعان، بتبقى طبعا حلوه قوي قوي. بص هنا كنت بوريكم الشباك بتاع المطبخ الفيو بتاعه عامل ازاي. انا عايزه اقول لكم يومها انا كنت يعني عماله اقول يا ربي امتى يبقى ليا بيت كده، اللي هو ابقى مثلا لو انا بغسل المواعين الاقي الفيو التحفه تحفه تحفه ده. فما شاء الله يعني ربنا ان شاء الله يوسع علينا ويرزقنا كلنا بالبيوت المريحه الهاديه الواسعه باذن الله.
خلاص هنا بعد ما جهزنا الفطار بتاع الصبح كنا رايحين دلوقتي ناحية البحر طبعا. وكان كنت بصور لكم شوية كده من الأجواء. الشمس بصراحة كانت شوية شديدة، فقعدنا تحت يعني كراسي كده تحت شمسية، وكنا بنفطر الفطار اللي أنا قلت لكم عليه. والأطفال كانوا دخلوا البحر، بس أنا كنت اتقفلت من البحر صراحة. كنت دخلت اليوم اللي قبله وكنت خلاص كده شكرا. وبكده الفيديو بتاعنا هيكون خلص، واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هتكون في مصر. خلاص يا جماعه، خلاص انا راجعه مصر باذن الله. وانا عارفه ان انتوا وحشتكم شقتي وحشتكم الاجواء بتاعت مصر اكتر بكتير من الغيبه بتاعتي هنا، فان شاء الله استنوني في فيديوهات كده. هقول لكم مع السلامه، باي باي.